الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. كل سنة وانتم طيبين وأيام سعيدة كده. رمضان بيجري بيخلص حالا، النهارده 17 يوم. أنا معايا هنا نعمله الكحك. الكحك دي مقاديره سهلة خالص، سمنة ودقيق وسمسم ولبن وخميرة وسكر. هي دي مقادير الكحك، ما فيهوش أي حاجة. أنا هعمل 6 كيلو دقيق ب3 كيلو سمنة. اللي عاوز يعمل كيلو دقيق واحد، كيلو دقيق عليه نص كيلو سمنه وعليه نص كوبايه لبن. اللبن ده حسب ما بتكون العجينه في ايديك. تحط له كوبايه هيشربها، تحط له 2 هيشربها، تحط له 3 هيشربها. بس كل ما تزودي سوائل الكحكايه هتنشف معاكم وما تبقاش حلوه، فخلوا بالكم من حته زي دي الجو. طبعا انا عامله 6 كيلو دقيق، فلازم اكون جاتحه السمنه عشان ما يبص ويعفن، عشان لو غاب يغيب براحته بقى. انا معايا هنا دقيق من 6 كيلو وحطيت عليهم ما يكملش ربع معلقه ملح سنه بس، ومعايا السمنه هي ملحها ومبرداها شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي عاوز يعمل كيلو دقيق، الكيلو دقيق عليه نص كيلو سمنه، وهتلم بشويه لبن او شويه ميه مش بتفرق، بسمنه بلدي على نبات من ده على ده. حتى كيلو بلدي على 2 نبات. والفين والله انا عامله بالغلي. بسم الله الرحمن الرحيم. بس انا بحط المحلق لخبطتيني يا شيخه. دي محلب اهو، مجرد ان هي يعني بتديكي ريحه الكحك. الكيلو عليه معلقه صغيره. ادي 1 2 3 4 5 6. خلي بالك بيحطوهم على الجراديش، يعني بيخلي ريحه الكحك حلوه. ما فيش منه عادي، حطي فانيليا ما فيش اي مشكله. كل حاجه سخنه. لو انت عامله كيلو واحد حط السمنه يا بنتي فككها كده وحطيه، ان الكيلو يعني لو غاب عندك شهرين ولا حاجه مش هيحصل له حاجه. لكن دي كميه عشان لو غابت ممكن تغيب 5 شهور، ممكن تغيب سنه، على حسب ما يطلع. ما تصوري حلو يجينا من فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقف بقى على المليف عشان ما نطولوش. معايا بقى سكر هنا اهو، فتحت معايا 5 معالق سكر وكيس خميره واحد فوريه اهو، لان انا عامله من بالليل وهبويته الصبح. وكيس بيكنج باودر اهو. عايزه تحطيه برده عادي، مش عايزه مش مشكله يعني، بس حلو يعني بيخلي الكحك حلو. ملك. بسم الله الرحمن الرحيم. هدوق بقى كده بقى. ما تخافيش بقى من العجينه، اول ما بتضيف عليها السكر السمنه بتبقى سايحه كده، لان السمنه سخنه. ساعه ما بتضيفي لها السوايل خلاص بتلم في بعضها وتبقى حلوه. الكيلو الدقيق عليه نص كيلو سمنه ومعلقتين من السمسم او معلقه. حطي معلقه سكر. والخميره بقى حسب ما انت هتخبزي في وقتها او هتبيتيه. يعني مثلا
لو انت هتخبزي في وقتها حطي الباقي، وعلى ما تخلصي تقومي تعملي على طول معلقه خميره واحده. هدوب بقى ده اهو وارجع معاكم تاني. خميره بالسكر، السكر حلو يحمر وش الكحك. كل بقى ما تحط لها سوايل تشرب. طب احنا هنعرف ازاي؟ على ما العجينه تتلم في ايديك. شوف العجينه سايحه ازاي، على ما العجينه تلم في ايدينا خلاص. سهل خالص، دقيق، سكر والسمنه. انا بالنسبه لي اسهل من القرص، هو اسهل حاجه. دول 2 كيلو طبعا انا مش هحطهم كلهم. وقفها على المشرب، بشرب بالبول اهو. هو كل ما تحط له سوايل كل ما يشد معاك اكتر. فطبعا احنا عايزين العبار المظبوط. هعرفك العبار المظبوط ازاي. تحط اول باول كده وتلفي وتشربي اللبن، ولو عايزه تضيفي ميه ضيفي مفيش مشكله، ميه حلوه. نشوف في الاول كانت سايحه ازاي، دلوقتي بدات تنشف وتلم معايا. انا هشرب الحبه دول وهشوف انا هحتاج تاني ولا لا. وحطيت كيسان فانيليا كمان، ما بحطلوش اي حاجه. يعني انا دلوقتي لو جبت فتحت عليه حنفيه ميه هيشربها. كل ما تحط له سوايل يشرب ويشيد، بس تطلع الكحكايه ناشفه ومش حلوه. فاحنا نعرف الحاجه المظبوط ازاي. نحط اول باول، تاخدي العجينه تكورها كده اهو اهو، واضغط عليها لسه مفلجه. طول ما هي لسه فيها الفلج ده تبقى هي لسه كده ايه، عايزه شويه سوائل كمان. هما 2 كيلو، كيلو ولا ايه؟ يعني 3 كيلو سمنه خدوا كيلو من الايه، من الحليب. ودي دي الحاج. وقفي يا جنب، حطه في حجري ده. معايا حوالي كيلو الا ربع. يعني انا خدت على 6 كيلو دقيق وال3 كيلو، انت فاتحه ولا قافله؟ خدت على 6 كيلو دقيق وال3 كيلو سمنه، خدت كيلو وربع لبن. تعرفي ان العجينه بتاعتي خلاص مش عايزه سوائل، يعني انا لو حطيت لها بكره هتشرب. بس احنا استنى يا تعرفها حلوه بقى ولا وحشه ازاي؟ اهي اهي، ولا مفلجه من الجناب حاجه اهو، مظبوطه 100 ولا هي ناعمه زياده عن اللازم ولا هي حرش اهو. كل الكحك ما تحطوه سوايل يشربها، ميه هيشربها، لبن هيشربها. خلاص بقى هسيب العجينه تهدى شويه. بقول تاني، اللي عامل كميه لازم يقدح السمنه، ان شاء الله هيجيب عندك من السنه للسنه. عامله كيلو دقيق، ما تهدى يا ابني. عامله كيلو دقيق، فك السمنه وضيفها على الدقيق على طول. يعني اللي انت بتفك السمنه وتحطها عليها على طول ديت ممكن يغيب معاكي شهر 2 ونص ما يحصلوش حاجه. بعد كده بقى ممكن يعفن، يعني لو غاب اكتر من كده يعفن. لكن لما بتقدحي السمنه ان شاء الله يغيب معاكي من السنه للسنه ما يحصلوش حاجه. يلا وقفي بقى على ما نيجي الملبن بقى. احنا مكورينه وعاملينه موضبينه ايه قبليه. الملبن بقى في سنه انا جبته وعجنته بحته السمنه وكده وقعدت كورته. ما بتفردش في الكحكايه. احسن حاجه في الملبن من هو في علبته كده وبالنشف تحته،
وتقطعيه وتكوريه زي ما هو، ولا تعجنيه بسمنه ولا بزيت ولا باي حاجه، على وضعه بتفرد في الكحكايه وتبقى حلوه بتاع طب افرضي مسك في شكاير الغله يا بنات. امي البكوها من ده انت عايزه تصورها ربنا. انا فاتحه الملبن بقى من بتاع كده لا دول هيعملوا حرقه برضه. هتشوفيه اللي هم قاعدين يولعوا ده وتنقشها. انا مكتره الملبنيه فيه عشان احنا عندنا بيحبوا الملبن. هات لي بقى الطبله دي المحيط عشان احط عليها لسه بقى على ما جيراني يتلموا لي دلوقتي ويكون جايين. لم ينتبهوا ما تطهاش قبل. هشتري لك سلك وكبريت. سلك وكبريت بالغزة في سيف. الحمد لله ما خدوش اي وقت خالص، خلصناهم نكش. يعني انا بدأت فيهم عجين بعد الفطار الساعة 10 كنا مخلصين، وخبزتهم على الصبح. ما شاء الله عملوا معايا الصينية الكبيرة ديت، وعملوا معايا الست صجان. وجيراني بقى اتلموا عليا عملوا معايا زي كل سنة، بنساعد بعض. يعني ربنا يعود علينا وعليكم اليوم بخير يا رب. انا جلبت اسكتي يا سند، اسكتي كفايه اللي انتوا بوظتوه بقى. حلو كده جميل. اهم حاجه النار. بس بياخد نار شويه. نعبوا بقى في السطل على طول اللي برد ده اهو. البتاع ده ما بعتش لك صوت كلام اللي انت شايفاه عاوز المسمار السيب ده بس بقى. وتحت ما خلصتش في الفوق ما شاء الله. اهم حاجه النار طول الضي نار. يعني هي لسه طالعه شغاله البنات تبقى سايحه بقلباز ده. لما بتعجنيها ما بتبقاش سايحه كده شجع حكايه. لما بتبرد بقى بتشد بقى وتبقى حلوه. واحده برد خالص.
عاجباني الملبنية جو. الملبنية بتاعتي خسارة. خسارة فرفتها كده. هات الغطا يا اياد، هات الغطا، هات الغطا ببطوف صح. بس لازم اوريكم يعني. احلى كحكه اللي في الدجاجه دي كمان، هو لسه سوق. لما غير الدجاجه بيهدى عن كده كمان بقى وايه ويري. بس ما شاء الله الملبنيه شو بقى. ما بحبش اللي بتتعجن يعني كل سنه عن سنه احنا بنفهم الغلط اللي احنا عملناه السنه اللي فاتت. في سنه عجنتها بحته السمنه وكده نشفت في قلب الملبنيه، في قلب الكحكايه قلب. لكن من كرتونتها يعني من مكانها تقطعوها على طول وتلفها وتحشي على وضعها، ما تعجنها التناس سايحه فيها وحلو. وده اخر صوت. هذا احمر برضه شويه. انا بحب اخده لون شويه ليه؟ عشان لما بيغيب ما يمهتش. لان لو انا طلعته يعني راجع عن كده شويه كمان ورقته ما شاء الله حلو يعني. شوفي من فوق زي من تحت. بس دي بقى لو غاب ما يتهتش. وكانها حلوه كده وريحتها حلوه. يلا بقى كل سنه وانتم طيبين. على ما يبرد بقى خالص هلبسه في كيس هنا في السطل دي واقفل عليه. وربنا يعود علينا وعليكم اليوم بخير. كل سنه وانتم طيبين كده بصالح الحال. صوري مبرد